في مسار سياسي، وحتى حزب الحريه والعداله ليه تصريح ان هيبقى في مصالحه وطنيه وفي حوار مع الحكومه، فده اعتراف ضمني منهم بالفتره الانتقاليه. ولكن النهارده هو اقصى يوم يعني تقدر الاخوان تحاول تحشد فيه زي ما كانت بتحاول عند الاتحاديه او المحكمه الدستوريه او عند المقطم. ده هو اقصى حشد تقدر جماعه الاخوان توصل ليه، وهم بيتحركوا دلوقتي زي ما احنا شايفين في مجموعات صغيره بيحاولوا يوصلوا للناس البسيطه بالشعارات اللي كانوا قبل كده برضو بيقولوها ويحاولوا ياخدوا عطفهم ليها. بس الفتره الجايه النهارده خلاص ده نهايه يوم الاخوان. على مدار الاسبوع اللي فات كانت المجموعات صغيره، النهارده بيحاولوا باستماته شديده يظهروا ان ده حشد كبير بشهاده الجميع. في بعض المحافظات، في بعض الاماكن ما فيش فيها حشد، وفي بعض المحافظات الثانيه زي مطروح وسينا لان هو ده قوتهم وتواجدهم موجودين اسمح لي، هناك. ولكن يرد على هذا الكلام أن عدم تواجد كل هذه المظاهرات في أماكن معينة هو التطويق الأمني الذي وجد فيها. على سبيل المثال للحصر هناك ميدان التحرير، وأيضا ميدان رمسيس ومحيط مسجد الفتح وشارع رمسيس أيضا، ومناطق كثيرة أخرى طوقها الأمن وأعلنها مناطق خالية من المظاهرات. يعني الأمر ليس بمزاج المتظاهرين. لا، في مناطق فيها منشآت حيويه زي مجمع التحرير او المتحف المصري وبعض الاماكن اللي فيها الاقسام، ولكن زي ما احنا شايفين مثلا في اسكندريه هم كانوا موجودين في شارع بورسعيد، وده يعني في اسم موجود امام الشارع. فالمسيرات انا اتمنى انها تستمر بطريقه سلميه رغم ان في بعض المناوشات موجوده في بعض المحافظات. نتمنى النهارده اليوم يعدي بطريقه سلميه، نتمنى ان الجماعه تعبر عن رايها بطريقه سلميه. ولكن ما الهدف؟ الهدف النهارده هم برضه رافعين صوره محمد مرسي، نفس الخطاب الاستعطاف اللي كان بيحاولوا مبارك يعمله في خطابه الاخير. النهارده برضو الجماعه بتحاول بنفس الشكل انها تستعطف الناس، رغم ان هم متاكدين ان فتره مرسي ولا زي فتره مبارك، ولا النهارده احنا في فتره مرحله انتقاليه، مرحله جديده يعبر عنها كل الشعب المصري، ونطالب ان كل الشعب المصري يشارك فيه تحت قانون حقيقي يسمى قانون العداله الانتقاليه لمشاركه كل المصريين. المليونية اليوم هي مليونية استرداد الثورة، ثورة 25 من يناير. ما الخطأ في هذا العنوان؟ اولا هي مش مليونيه، خليني اقول لحضرتك حاجه ثانيه. نتكلم عن الشعار. خلينا نشوف، ما شفناش ولا صوره لشهيد من 25 يناير، ما شفناش خالد سعيد ولا شفنا الشهداء اللي كانوا موجودين في 25 يناير، شفنا بس صور جماعه الاخوان، وطبعا نقدرهم ونحترمهم ونحسبهم شهداء لو هم استشهدوا عن حق. ولكن النهارده